بصراحة مفيش أحلى من الأكل البسيط والسريع وفي نفس الوقت يطلع طعمه لذيذ وحلو جدا. عملت النهاردة صينية اللحمة بالبطاطس في 10 دقايق بس بالظبط. طلعت لذيذة وسهلة جدا. أول حاجة معايا شرايح من اللحمة الستيك، ممكن لو حابين أتبله بالملح والفلفل، بس أنا ما عملتش الخطوة دي. معايا الخضرة بتاعتي عبارة عن بصل مقطعه جوليان، فلفل رومي اخضر مقطعاه حلقات، والبطاطس يعني نص كيلو كده من البطاطس بقطعه مكعبات بالمنظر ده، بحيث ان هو في حالة السوى ما تبقاش مهرية، لا تبقى سواها مظبوط. حبيت اشارك معاكم وانا بقطع الخضار وبعمل الوصفة دي خطوة بخطوة. ما كنتش متخيلة ان انا مبسوطة وسعيدة وانا بطبخها، بصراحة وصفة خطيرة. معايا اي صينية تدخل الفرن، بحط كده طبقة من الفويل. ما تغلطوش غلطتي، انا غلطت في الخطوة دي. ما ينفعش نحط ورق الزبدة تحت. ليه بقى؟ لان في اثناء التسوية ورق الزبدة بيبوش، فبالتالي بيضايقنا واحنا في الاكل وبيبقى كده وسط البطاطس واللحمة. فما تغلطوش غلطتي. السر في الطعم اللذيذ البهارات. لبهاراتي للبطاطس ملح وفلفل و7 بهارات ومعلقة كده كبيرة من البابريكا، بيدي طعم حلو جدا. برص الخضار بتاعي وانزل كده بشرايح اللحمة فوق الخضار. بس كده الصينية بتاعتي جاهزة. وطبعا منساش الورق اللوري والحبهان ومية صغيرة، يعني يفضل ان هي تبقى سخنة. الخطوة دي اختيارية، لو مش حابة تعمليها مفيش اي مشكلة. انا حطيت كده 4 معالق صغيرين من السمنة البلدي، بيدي طعم لذيذ قوي. طبعا انا قبل ما اشتغل واصور واي حاجة كنت فاتحة الفرن على درجة حرارة 200. قعدت معايا بالظبط ساعة ونص عقبال ما جهزت الرز المصري الاصيل اللي بالشعرية. كده الصينية بتاعتي جهزت، اللحمة دايبة، البطاطس سواها مظبوط جدا. رشيت عليها كده رشة من الشبت والكزبرة، بجد ادوا طعم حلو جدا، طبعا اختياري. بس كده اعملوها وبألف هنا وشفا. لازم تجربوها، هتحبوها جدا انا متأكدة.